جماعة في خبر مهم جدا، حاجة كنت بحاول اتجنبها بقالي فترة طويلة جدا. الموضوع بدأ يتسرب وانا مش قادر اهرب اكتر من كده. انا رجعت السكيت بس قلت ابدا الاول من الجيم علشان اعمل تدريب افتراضي قبل ما انزل الواقع. زي ما انتم شايفين كده اللعبه دي عباره عن انلاين سكيت مع رياضه في نفس الوقت. تراك بنلفه، اول لفه بيبقى بوينت واحد، تاني لفه بيبقى بتلاتة بوينت، تالت لفه بتبقى بخمسة بوينت. طبعا انت اول ما بتلف اول لفه الجيت بتاعتك بتتفتح وتقدر تعمل سكور. بترمي الكوره اللي في ايدك دي في الجيت دي بيتحسب لك سكور على حسب اللفات اللي انت لفتها، ولو اتقطعت منك وانت بتلف هتعيد من اول تاني. بس كده. يلا انا هسيبكم تستمتعوا باللعبه دي معايا. زي ما انتم شايفين كده انا كنت قاعد بجرب اصلا في الاول ولسه مش متعود على اللعبه. كنت بحاول اشوف الكنترولز ايه. انا المفروض ان انا ماشي ورا الفريق اللي هو الخصم دلوقتي، المفروض ان انا بحاول اخد منه الكوره، بحاول ان انا ازقه عشان اخد منه الكوره. طبعا انا فشلت في المحاولتين دول، بس يعني الجايات اكتر من رايحات. يلا بقى. هو شاط الكوره وطلعها فوق، انا بقى هحاول اخد منه الكوره. هو برضه استلمها. كلنا عمالين نجري وراه عايزين نجيب الكوره منه باي شكل. هو رمى الكوره وما دخلتش برضه في الجول اللي هو الجيت. فايه اهو زميلنا خد. طبعا انا المفروض ان انا بحاول ان انا ايه يعني اوقع الخصم عشان ما يلحقش الكوره او يوقعه عشان ما ياخدش منه الكوره. هو انا خدت الكوره اهو. اهو انا دخلت جول اهو بثلاث نقط. كده فاضل لنا نقطتين، يعني المفروض نلف ونجيب نقطتين.
لو فكرنا فيها منطقيا انا ما بلعبش سكيت بقالي فتره، لكن هل ده معناه ان انا فقدت مهاراتي حتى لو كان افتراضي؟ هل اللعبه دي اصعب من الواقع ولا انا خلاص خرجت على المعاش؟ المهم لو عجبتكم الفكره لايك وسبسكرايب وشير، وليه اقتراحاتكم جميله للالعاب اللي نفسكم تجربوها معايا. يلا سلام.